السلام عليكم تالتة ثانوي يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ اتمنى يا رب كده تكونوا بخير وبصحة وكويسين. النهارده ان شاء الله باذن الله طالعين معاك في فيديو هنحل لك الاربع امتحانات التجريبية لكل الفروع بتاعتنا. هنبدأ بترتيب الامتحانات بتاعت اخر السنة. هنبدأ ان شاء الله امتحان الجبر والفرعية، وبعد كده امتحان التفاضل والتكامل، وبعد كده الاستاتيكا، وبعد كده الديناميكا. هدفنا في الفيديو بتاع النهارده ان احنا نوصل لك شكل الامتحان هيبقى عامل ازاي، طريقتك في التفكير هتبقى عامله ازاي. في كل سؤال انا بشتغله عايزك تبقى مركز معايا، شوف انا بخش الدخله ازاي، شوف الدرس ده بتاع السؤال ده كان في انهي فرع بالظبط. هيفرق معاك وهيدي لك ارتياحيه ان انت تخلص الامتحان ان شاء الله في وقت زمني كويس ويكون اقل من الساعتين. طبعا انت عارف ان اي فرع الامتحان بتاعه هيبقى من 30 درجه، يعني الجبر والفرعيه 30، تفاضل والتكامل 30، الاستاتيكا 30، والديناميكا 30، فالتوتال كله هيبقى 120 درجه. كل امتحان هيبقى فيه 20 سؤال، 18 سؤال اختيارات، وسؤالين هيبقوا اسئله مقاليه، وانت كده كده متعود على الكلام ده معايا، بس برضه حبيت ان انا انبه عليك في الاول. اول حاجه هنبدا نشتغل معاك فيها هي الجبر والفراغيه. يلا بينا بقى سمي الله وتعالى نشوفوا الامتحان التجريبي الاول لدفعه 24. طبعا ده امتحان السنه اللي فاتت، هو برضه هيبقى امتحان السنه دي، ما نزلش امتحان تجريبي جديد. بسم الله. السؤال الاولاني بيقول لك اذا كان الف متجه بسالب 2 و1 و2 فان جيوب تمام زوايا الاتجاه للمتجه الف. طبعا السؤال اللي قدامنا ده سؤال فراغي ومعتمد على الوحدة الأولى في الفراغية. هنتكلم معاك في السؤال ده ازاي؟ المتجه اللي هو جايبه لك ده ثلاثي عبارة عن س وصاد وعين. لو انت تفتكر معايا كده الرسمة بتاعتنا، ده بالنسبة لنا كان محور صاد، ده بالنسبة لنا محور عين، ده بالنسبة لنا كان محور س. دي بالنسبة لنا بتبقى نقطة الأصل واو، ده بالنسبة لنا محور صاد، ده بالنسبة لنا محور عين، ده بالنسبة لنا كان محور س. انت معاك متجه سالب 2 و1 و2، فالمتجه ده ماشي على الاحداث السين السالب، وماشي على الاحداث الصاد الموجب 1، وماشي على الاحداث العين 2. فلو ولا سيما مثلا المتجه ده رسمته كانت عامله كده مثلا، فالمتجه ده لو انت تاخد بالك هو صنع زاويه مع محور س، الزاويه دي كنا بنسميها سيتا س، وصنع زاويه مع محور عين كنا بنسميها سيتا عين، وصنع زاوية مع محور صاد كنا بنسميها سيتا صاد. دي احنا كنا بنسميها زوايا الاتجاه للمتجه، يعني المتجه ده صنع زاوية هنا وهنا وهنا، فكنا بنسميها زوايا الاتجاه. هو مش عايز زوايا الاتجاه، اما هو عايز يجيب ايه؟ جيوب تمام زوايا الاتجاه. يعني الزاوية دي عايز يجيب الجتا بتاعتها. لو انت فاكر جيوب تمام زوايا الاتجاه كانت هي المتجه ايه المتجه ده؟ اللي هو كان متجه الوحده في اتجاه المتجه. ومتجه الوحده في اتجاه المتجه كنا بنجيبه ازاي؟ لما كنا بناخد المتجه ونبدا نقسمه على معياره. يعني انت حضرتك دلوقتي عايز تجيب المتجه المتجه ده عباره عن ايه؟ قال لك هيبقى عباره عن المتجه الف على معياره، هيبقى عباره عن المتجه الف على معياره. المتجه الف اللي هو هيبقى عباره عن كام؟ سالب 2 و1 و2، ده بالنسبه لنا هيبقى المتجه الف على معياره. المعيار اللي هو الجذر التربيعي لس تربيع زائد الصاد تربيع زائد عين تربيع، فهيبقى الجذر التربيعي ل س تربيع سالب 2 تربيعها 4، 1 تربيعها 1، 2 تربيعها 4. لما تيجي تظبطهم على الآلة 4 زائد 1 5، 5 زائد 4 9، جذر التسعة بكام؟ ب3. ابدأ قسم بقى كل واحدة فيهم، ابدأ اقسمها لنا على ال3. يعني هتبدأ تقسم على ال3 فهيبقى سالب 2 على ال3، اقسم على ال3 فهيبقى 1 على ال3، اقسم على ال3 فهيبقى كام على كام؟ 2 على ال3. دول احنا بنسميهم المتجه ايه؟ ودول احنا بنسميه جيوب تمام زوايا الاتجاه. فلما اروح اختار طبعا هروح اختار الاجابه رقم الف. طب لو كان عايز يجيب الزوايا دي نفسها اللي هي زوايا الاتجاه، كل واحده فيهم كنت راح اعمل لها شيفت كوزين، فكنت اجيب الزاويه على طول. تمام؟ ده السؤال الاولاني فراغيه. السؤال الثاني ايضا فراغيه.
قال لك المتجه أ ب 12 و18 وسالب 9، ومدي لك علاقه كده. قال لك ان المتجه أ زائد 3 من المتجه ج بتساوي واو. واو ده اللي هو المتجه الصفري. فانا عايز اروح اجيب المتجه ج. خلي بالك هو جاب لك أ وعايز تجيب ج. طيب العلاقه اللي هو جايبها لك دي احنا هنستفاد منها ايه؟ تعالى يا عم نخلي الجيم في طرف واي حاجه تانية في طرف لوحده. فبناء عليه هنمسك المتجه أ ده ونبدا نسحبه بره بعكس الاشاره. فهنا هيبقى معاك 3 ج متجه. الكلام ده هيساوي واو متجه اللي هو المتجه الصفري ناقص أ متجه. طب محتاجين نختصر اكتر، هيبقى معاك 3 ج متجه هتساوي واو ناقص أ. واو ده اللي هو المتجه الصفري اللي هو هيبقى صفر وصفر وصفر ناقص أ. أ ده اللي هو هيبقى 12 و18 وسالب 9. تعالى كده نظبطوا حساباتنا. فهيبقى 3 ج متجه هتساوي، هيبقى صفر ناقص 12 بسالب 12، هيبقى معاك صفر ناقص 18 بسالب 18، هيبقى معاك صفر ناقص 9 هيدي لك 9. طب انت عايز تجيب ايه؟ قال لك انا عايز اجيب المتجه ج. طب ما يلا بينا نقسمه على الثلاثه. فلما تقسم على الثلاثه سالب 12 على الثلاثه سالب 18 على الثلاثه 9 على الثلاثه فهيدي لك 3. فهيبقى المتجه ج سالب 4 سالب 6 و3. بس هو جايبه لنا في الاختيارات بدلاله متجه الوحده الاساسي. يعني هيبقى سالب 4 في اتجاه السين، هيبقى سالب 6 في اتجاه الصاد، هيبقى 3 في اتجاه العين. هل اللي انا كتبته ده موجود في الاختيارات؟ سالب 4 في اتجاه س، سالب 6 في اتجاه ص، زائد 3 في اتجاه عين. يبقى انا وانت هنروح على طول للاجابه رقم ب. برضو السؤال التاني فراغيه. السؤال اللي بعديه بيقول لك اذا كان عين واحد بيساوي 8 جتا باي زائد ت جا باي، عين 2 4 ه اس 3 على 2 باي ت، فان عين واحد على عين 2 هتساوي ايه حيث ت تربيع بتساوي سالب 1. خلينا متفقين السؤال ده جبر، والسؤال ده في الوحده الثانيه الاعداد المركبه. يهمني كل سؤال تبقى عارف هو الفرع بتاعه ايه والسؤال بتاعه في الوحده رقم كام، هيسهل عليك الطريقه في الحل. فانا دلوقتي عايز معايا عددين مركبين، عايز اجيب عين واحد على عين 2، عددين عايز اقسمهم على بعض. فانا عشان اقسم العددين انا كان قدامي حاجتين، بعمل ايه؟ ببدا ان انا اقسم المقياسين وابدا ان انا اطرح الساعتين. بعمل ايه؟ بقسم المقياسين وبطرح الساعتين. العد المركب الاول هو جايبه لك على الصوره المثلثيه الصحيحه، 8 جتا باي، باي دي اللي هي كده كده 180 زائد ت جا باي اللي هي 180. العدد المركب الثاني هو جايبه لك بالصوره الاسيه، فانت بكل بساطه حوله لصوره مثلثيه بس كده. فانا هحوله الصوره المثلثيه ازاي؟ الاربعه دي اللي هي المقياس، والتلاتة على الاتنين باي دي بالنسبه لنا هتبقى السعه اللي هي 270، 3 على الاتنين في 180. فانا هبدا احولها لصوره مثلثيه. هعمل 4، هفتح قوس، هيبقى جتا 270 زائد ت جا 270. ده العدد المركب الثاني على الصوره المثلثيه. تعالى بقى همسك العددين دول وابدا ان انا اقسمهم على بعض. فلما تبدا تقسم هتبدا ان انت تقسم المقياسين. فالمقياس الاول ب8 والمقياس الثاني ب4، ف8 على 4 فيها الاثنين. وبعد كده هتبدا ان انت تطرح الساعتين، فالساعه الاولى ب 180 والساعه الثانيه ب 270، فهتبقى 180 ناقص 270 هيدي لك سالب 90. الكلام ده زائد ت جا سالب 90. فانت يعتبر كده مسكت العددين قسمتهم على بعض وعلى الصوره المثلثيه الصحيحه. بس في الاختيارات هو عايز يجيب اسمتهم بالصوره الجبريه، فانت من مثلثيه ابدا حولها لجبريه عادي. ازاي؟ هنبدا نقوله هنا 2 على الاله، هنعمل جتا سالب 90. جتا سالب 90 هتدي حضرتك صفر. ت جا سالب 90 لو عملت على الاله جا سالب 90 هتدي لك سالب 1.
والسالب واحد لما اضربها في ت هتدي لك حضرتك سالب ت. فهنا هيبقى معاك 2 مضروبه في صفر ناقص ت، فصفر ناقص ت هيدي لك سالب ت، والاتنين لما تتضرب في سالب ت هتدي حضرتك سالب 2 ت. هل دي موجوده في الاختيارات؟ فعلا هتبقى الاجابه بتاعتنا هي الاجابه رقم ج. يبقى قسمة العددين ادونا في الاخر سالب 2 ت. في واحد يقول لي مستر ممكن بدل ما احولهم لصوره جبريه، انا شايف ان المقياس 2 والساعه سالب 90، فلو انت فاكر ايام الشرح لما تكون الساعه سالب 90 فبيكون عدد تخيلي بحت سالب، صح كده؟ لما كنا بنقوله 90 وسالب 90 على محور الصادات، فسالب 90 عدد تخيلي بحت سالب، يبقى فعلا هيطلع معاك بيه سالب 2 ت. بيقول لك اذا كان س زائد ده ايه ده سؤال فراغيه ده. س زائد 5 على سالب 2 بتساوي ص ناقص 3 على 2 بتساوي ع ناقص 2 على ك. ده المستقيم الاول، ماله بقى؟ قال لك عمودي على المستقيم الثاني، فان 2 ك ناقص م. انا معايا مستقيمين عمودين على بعض، المستقيم الاول هسميه لام واحد، المستقيم الثاني هسميه لام 2، فالمستقيمين دول مالهم؟ متعامدين. كل مستقيم بيكون ليه متجه، يعني المستقيم الاول ده ليه متجه كنا بنسميه المتجه ه، والمستقيم الثاني ايضا ليه متجه بنسميه المتجه ه. فانا هطلب منك ان انا عايز اجيب متجه اتجاه المستقيم الاول، عايز اجيب ه واحد. كنت بجيبه ازاي؟ هنا جايب لك الصوره الاخيره بتاعت معادله المستقيم وهي الصوره الاحداثيه. فانا لو عايز اروح اجيب المتجه ه كنت اروح ابص على المقام، بس بشرط تبقى معاملات السين والصاد والعين يبقوا بكام؟ بواحد. يعني هنا حضرتك المفروض المتجه ه هيبقى سالب 2، وهنا هيبقى معاك 3، وهنا هيبقى معاك ك. ده المتجه الاول. المتجه الثاني هيبقى نفس الكلام، حضرتك هتبص على المستقيم الثاني، هتبص على المقام، بس بشرط السين والصاد والعين يبقوا بواحد. فهنا هيبقى معاك 6 وهيبقى معاك م ومعاك سالب 6. كده حضرتك انت جبت المتجه الاول والمتجه الثاني. بما ان المستقيم الاول عمودي على المستقيم الثاني، يبقى ده معناه ان متجه اتجاه المستقيم الاول هيكون عمودي على متجه اتجاه المستقيم الثاني. وبما ان المتجهين دول عموديين على بعض، يبقى انت لازم تحقق شرط التعامد. ايه شرط التعامد؟ ان الضرب القياسي بتاعهم في الاخر لازم يطلع بصفر. فالضرب القياسي يعني انا همسك ه واحد اضربه ضرب قياسي ه 2، ايه الكلام ده في الاخر هيطلع معانا بصفر. امسك اضرب ضرب قياسي بقى، س في س ص في ص ع في ع. س في س سالب 2 في 6، ص في ص هيبقى 3 في م، ع في ع يعني ك في سالب 6 سالب 6 ك. ايه الكلام ده في الاخر هيساوي صفر. ال3 م ناقص 6 ك طلعها لنا بره بعكس الاشاره، يبقى سالب 12 هتساوي 6 ك هتطلع بره بالموجب، وال3 م هيطلع بره بالسالب. فبقى 6 ك ناقص 3 م بتساوي سالب 12. انت عايز تجيب ايه؟ قال لك انا عايز اجيب 2 ك ناقص م. خلاص امسك ده كله وابدا يا باشا اقسمهن على الثلاثه. تعالى نقسم على الثلاثه. اقسم على الثلاثه، سالب 12 على الثلاثه فيها السالب 4. اقسم على الثلاثه، 6 على الثلاثه هيدي لك 2 ك. اقسم على الثلاثه هتدي لك ساعتها سالب م. يبقى 2 ك ناقص م اللي انت عايزها، هتروح على طول تختار الاجابه رقم ج، فهتطلع معاك في الاخر بسالب 4 فراغيه. السؤال اللي بعديه ايضا سؤال فراغيه، احنا في السؤال الخامس. بص بيقول لك ايه؟ بيقول لك اذا كان المستوى ده والمستوى ده متوازيان، فان م على ل هتساوي المستويين دول متوازيين. لو انت فاكر لو المستويين دول متوازيين فاحنا عندنا شرط للتوازي. قبل بس ما نتكلم في شرط التوازي، هنمسك المستوى الاول وهنمسك المستوى الثاني، نجيب هنا المتجه ن ونجيب هنا المتجه ن، نجيب المتجه العمودي على المستوى ونجيب المتجه العمودي على المستوى. فهو هجيب هنا ن واحد، فالمتجه العمودي هو عباره عن ايه؟ معامل السين والصاد والعين، صح ولا ايه؟ ما دي بالنسبه لنا هتبقى الصوره العامه. فمعامل السين هنا واحد،
معامل الصاد هنا سالب 1، معامل العين هنا م. همسك المستوى التاني اروح اجيب منه المتجه ن، نفس الكلام. هنا حضرتك جايب لك الصوره البارامتريه بتاعته. هنبدا نعمل ايه؟ هنروح برضو نجيب هنا المعامل س وصاد وعين، يعني 3 ولام و9. فهو قال لك ان المستويين دول بيوازوا بعض، يبقى ده معناه ان متجه اتجاه المستوى الاول هيوازي متجه اتجاه المستوى الثاني. طب لو المتجهين دول بيوازوا بعض كان ايه الشرط؟ كان عندنا 3 شروط. يا اما المتجهين دول الضرب الاتجاه بتاعهم بصفر، يا اما كنت اشيل التوازي واخليه تساوي واضرب في ثابت، يا اما كنت اخد س على س بتساوي ص على ص بتساوي عين على عين. وده كان الارجح بالنسبه لنا، وده كانت الطريقه الاسهل. ان طول ما في متجهين بيوازوا بعض هروح اخد س على س 1 على 3 هتساوي ص على ص سالب 1 على ل هتساوي عين على عين اللي هي هتبقى م على 9. صح يا جماعه ولا ايه؟ فانت الله اكبر معاك هنا نسبه كامله. النسبه الكامله ناخدها هنا وناخدها هنا عشان نبدا نجيب اللام والميم. فلو عايز اجيب اللام فاللام هتساوي 3 في سالب 1 على 1، 3 في سالب 1 على الواحد. فلما تعملهم هتلاقي ان اللام بكام؟ بسالب 3. عايز اجيب الميم فالميم هتساوي كام؟ 1 في 9 على 3. هنعمل مقص 1 في 9 على 3، فهيدي حضرتك ان الميم بكام؟ ب3. فانت ربنا كرمك وقدرت تجيب الميم، جبت الميم وجبت اللام. تعال شوف هو عايز ايه بقى. ميم على لام، ميم ب3، اللام بسالب 3، و3 على سالب 3 فيها السالب 1. يبقى انا رايح على طول اختار الاجابه رقم ب. فانت بتتكلم في سؤال رقم 5 ايضا سؤال فراغي، توازي وتعامد. خلي بالك من الكلام ده. اللي بعديها تعال بنتكلم في جبر وبنتكلم معاك في الوحده الثانيه اوميجا. اذا كان 1 واوميجا تربيع هي الجذور التكعيبيه للواحد الصحيح، مفيش مشكله. جاب لك الف وجاب لك ب، فان قيمه المقدار الف زائد ب لكل اس ن. تعالى انا وانت نجيبه الف زائد ب، وبعد ما نجيب الف زائد ب نرفعها يا عم لكل اس ن. الف زائد ب، الالف ب 2 اوميجا ناقص 3 اوميجا تربيع، ده الالف، زائد الب هتبقى 3 زائد 5 اوميجا تربيع. هل هنا في اختصار؟ مصر انا شايف ان معايا 5 اوميجا تربيع ناقص 3 اوميجا تربيع، فاختصارهم هيدي لك 2 اوميجا تربيع. وعندك هنا 2 اوميجا تنزل زي ما هي، وعندك هنا التلاتة تنزل زي ما هي. فاللي احنا جمعناه ده بابا كان بيمثل لك ايه؟ الف زائد ب. طب هل ده في اختصار؟ انا ممكن هنا وهنا شايف الاتنين مقربة، فانا ممكن اخد معاك 2 عامل مشترك. فتعالى كمل معانا اللعبة بتاعتنا. هيبقى الف زائد ب هتساوي، خد لنا 2 عامل مشترك، هيتبقى معاك اوميجا تربيع زائد اوميجا الكلام ده زائد 3. اوميجا تربيع زائد اوميجا، لو انت ترجع للخواص الجذور التكعيبيه للواحد الصحيح، انت عارف ان مجموع الجذور التكعيبيه كلها كانت بصفر. 1 زائد اوميجا تربيع زائد اوميجا بصفر. يبقى اوميجا تربيع زائد اوميجا هتطلع معاك بكام؟ بس كلنا عارفين ان هي بسالب 1. يبقى انا هشيل ده واحط مكانه سالب 1. بس خلي بالك السالب 1 ده مضروب في كام؟ في 2. فسالب 1 في 2 هيدي لك سالب 2 زائد 3. وسالب 2 زائد 3 هتدي لك في الاخر كام؟ 1. يبقى انا وصلت ان الف زائد ب في الاخر طلعت بكام؟ خلي بالك بقى، انا عايز اروح اجيب الف زائد ب الكل اس ن. فالالف زائد ب بواحد، يبقى انا عايز اجيب 1 اس ن، وواحد اس اي حاجه من اصلا بكام؟ بواحد. يبقى رايحين نختار انا وانت الاجابه رقم ج. ده بالنسبه لنا هيبقى الاختيار بتاعنا. هل ده في مشكله؟ السؤال اللي بعديه السؤال رقم 7، وده سؤال بيمثل لك جبر. بيقول لك هنا ايه بقى؟ في مفكوك س اس 3 في 1 زائد س الكل اس 7، فإن معامل الحد الذي يحتوي على س اس 4
حضرتك ده هيتفك. لما يجي يتفك في حد فيهم هيبقى فيه س أس 4. فانا عايز اعرف الحد ده هيبقى الحد رقم كام، وبناء عليه تعال نجيب انا وانت معامل الحد. يبقى احنا هنمشي كده بالترتيب. عايزين انا وانت نعرف هو الحد رقم كام اللي فيه س أس 4، وبناء عليه بعد ما نعرف هو الحد رقم كام هروح انا وانت نجيب معامل الحد ده. طب يا مستر هنجيب الحد رقم كام ده ازاي؟ يا باشا اروح انا وانت نجيب الحد العام. هنبدا نمسك ده ونروح انا وانت نعمل فيه ايه؟ نفكه. طب هنفكه ازاي؟ هنبدا اول حاجه ننزل السين اس 3. ليه بقى يا مستر؟ لان السين اس 3 مضروبه في 1 زي السين الكل اس 7. هل يعقل ان احنا ممكن نمسك السين اس 3 نوزعها هنا؟ لا طبعا، لان القوس ده مرفوع الكل اس 7، فهيبقى من الصعب ان احنا نوزع السين اس 3 هنا وهنا. فبناء عليه هنريح دماغنا وننزله السين اس 3. نبدا بقى نمسك ده نفكه. احنا كان عندنا سيمتريه معينه للفك، كنا بنقول ساعتها نون قفره الحد الثاني اس ر، الحد الاول اس الفرق ما بينهم. نون قفره نون اللي هي 7، يبقى 7 قفره في الحد الثاني اس ر اللي هو هيبقى س اس ر في الحد الاول اس الفرق. الحد الاول اللي هو كام؟ 1 اس الفرق ما بينهم اللي هو هيبقى كام؟ 7 ناقص ر. هل ده هيأثر معاك في حاجه؟ 1 اس اي حاجه بواحد، فحضرتك فكك منه. ده بالنسبه لنا هيبقى الحد العام. صح كلام؟ انا عايز اجيب معامل الحد اللي فيه س اس 4، يبقى انا محتاج اوصل لحاجه اسمها اس المتغير. ايه اس المتغير دي؟ حضرتك 7 توافيق ر نزلها لنا زي ما هي. مش هنا في س وهنا في س، لما نيجي نضربهم في بعض هنعمل ايه انا وانت في الاسس؟ قال لك هنبدا نجمعها. فلما تبدا تجمعها هيدي لك س اس 3 زائد ر. استاذنك نقف هنا حبتين. ال3 زائد ر دي انا وانت كنا بنسميها اس المتغير. بنسميها يا جماعه اس المتغير. اس المتغير ده هنعمل فيه ايه؟ هنبدا انا وانت ناخده ونساويه بالاربعه، لانك انت عايز تعرف الحد اللي بيحتوي على س اس 4. يبقى انا هعمل ايه؟ هاخد اس المتغير ده اللي هو بالنسبه لك هيمثل لك 3 زائد ر، هتبدا تساويه بالاربعه. فلما تطلع ال3 بره هتلاقي ساعتها ان ر بواحد. ده معناه ايه بقى يا جماعه؟ ان ر بواحد. يبقى ده معناه ان الحد الثاني هو الحد الذي يشتمل على س اس 4. ر بواحد واضبطه بواحد، يبقى ده معناه ان الحد الثاني هو الحد اللي بيشتمل على كام؟ على س اس 4. بس انا مش عايز اعرف هو الحد الكام. امال انت عايز تعمل ايه؟ قال لك انا عايز اجيب معامل الحد. خلاص، ده بالنسبه لنا اس المتغير. صح؟ فين المعامل بتاعه؟ اهو ده المعامل بتاعه اللي هو هيبقى 7 توافيق ر، يعني ساعتها هيبقى 7 توافيق الواحد. هو ده بالنسبه لنا هيبقى معامل الحد الذي يشتمل على س اس 4. ده كل بالنسبه لنا كله هيبقى الحد يا جماعه. فانت عوضت عن الر بكام؟ بواحد عشان تجيب المعامل. انا ما يهمنيش بقى السين، خلاص مهمه السين انتهت. فالمعامل هيبقى كام؟ 7 توافيق الواحد. هنا بنتكلم في جبر الوحده الاولى يا جماعه، نظريه ذات الحدين. طيب هندسه فراغيه بيقول لك اذا كان المعادله الاحداثيه للقوى كالاتي، فان معادلتها الاحداثيه بعد انتقال مقداره 4 وحدات في اتجاه وسط شرطه. قبل ما احل معاك السؤال ده، حضرتك دي معادله القرى. كل معادله بيكون ليها مركز وبيكون ليها نص القطر. لو انا عايز اروح اجيب المركز بسيطه، هنا جايب لك الصوره الاحداثيه. فكنت اجيب المركز ازاي؟ كنت اخد اللي جوه القوس ده وابدا اساويه بالصفر. هاخد اللي جوه القوس ده اساويه بالصفر يدي لك -2. اللي جوه القوس اساويه بالصفر هيدي لك 1. اللي جوه القوس اساويه بالصفر هيدي لك 3. ده المركز. عايز اجيب نص القطر، كنت اخد الرقم اللي بره ده واخد الجذر بتاعه. فالجذر التربيع للتسعه هيطلع معاك بكام؟ ب3. فدي القرى بتاعتك، ده المركز وده نص القطر. تعال نتكلم معاك بالعقل بقى. هو قال لك القرى دي انا رحت نقلتها
4 وحدات في اتجاه وسط شرطه. وسط شرطه ده يعني في اتجاه محور الصاد السالب. الكرة دي حضرتك زي ما انت شايفها انا رحت نقلتها، هل حضرتك نص القطر هيتغير؟ هتقول لي لا، لان الكرة من اصلا ثابته ما حصلهاش حاجه. اللي انا عملته ان انا رحت عملت ايه؟ نقلت الكرة بس، فنص القطر مش هيتغير. اما مين اللي هيتغير؟ طبعا اللي هيتغير هو المركز، لان المركز بالنسبه لك مش هيبقى ثابت لانك انت نقلت الكرة، فنص القطر هو ثابت، دي بتاعت الكرة بتاعتك. اللي هيتغير هو ايه يا جماعه؟ هو المركز بس. طب هيتغير ازاي؟ انت نقلته ايه؟ 4 وحدات في اتجاه وسط شرط. يعني ايه؟ يعني الانتقال، هل انتقل على السين؟ لا. هل انتقل على العين؟ لا. اما انتقل ايه؟ في اتجاه صاد السالب، فانتقل كام وحده؟ 4 وحدات. يعني هنا هنحط كام يا جماعه؟ -4. فلو انا عايز اجيب بقى المركز الجديد، هجيب المركز الجديد ازاي؟ همسك القديم اجمع عليه الانتقال، هيدي لك ساعتها المركز الجديد. يعني هل انتقل على السين؟ لا. هل انتقل على الصاد؟ لا. هل انتقل على عين؟ فهتبدا تجمع دول بقى. كان واحد انتقل 4 وحدات سالب، فواحد وسالب 4 -3. ده المركز الجديد. هل نص القطر اتغير؟ لا يا عم، هيبقى ثابت زي ما هو. فانت معاك مركز ونص قطر. هات لي بقى الصوره الاحداثيه بتاعتها. خلاص هعمل ايه؟ هيبقى عندك هنا س ناقص الاحداث السين للمركز -2، فسالب في سالب بموجب، طبعا الكل تربيع، زائد صاد ناقص الاحداث الصادي للمركز، الاحداث الصادي ب3، فسالب في سالب بموجب، يبقى صاد زائد 3 الكل تربيع، زائد عين ناقص الاحداث العيني للمركز، فهيبقى عين ناقص 3 الكل تربيع. الكلام ده هيساوي نق تربيع، ف3 تربيع 9. تعال نبص كده، هل دي موجوده في الاختيارات؟ انا شايف ان الاختيار بتاعي هو الاختيار رقم أ. اول اجابه عندنا في معادله القرى هتبقى الاجابه رقم أ. فراغيه. تعالى بنرجع تاني للجبر والاعداد المركبه. بيقول لك اذا كان عين 1 بتساوي 2 ه اس باي على 6 ت، عين 2 بتساوي 2 ه اس سالب باي على 6 ت. جاب لك العدد الاول والعدد الثاني بالصوره الاسيه. قال لك وكان عين بتساوي عين 1 زائد عين 2 زائد عين 1 في عين 2، فان عين هتساوي ايه؟ حيث ت تربيع ب1. طيب اولا تعال نمسكوا العدد الاول ونروح نجيب الصوره المثلثيه بتاعته. المقياس ب2 والساعه باي على 6، باي على 6 اللي هي 30، فهيبقى 2 جتا 30 زائد ت جا 30. ده العدد الاول بالصوره المثلثيه. العدد الثاني المقياس ب2 والسعه بسالب 30، يبقى 2 جتا سالب 30 زائد ت جا سالب 30. ده العدد الاول، ده العدد الثاني. تعال بص بقى هو عايز ايه. هو عايز يجيب عين 1 زائد عين 2 زائد عين 1 في عين 2. طيب اول حاجه، هل عين 1 فيها مشكله؟ هننزلها زي ما هي. عين 2 فيها مشكله؟ لا. تعال نجيبه عين 1 في عين 2 يا جماعه. انا عايز اجيب حاصل ضرب العددين دول، هجيبهم ازاي؟ والله يا باشا العددين زي ما انت شايف على الصوره المثلثيه الصحيحه، فهبدا ان انا اضرب المقياسين وهجمع الساعتين. هضرب المقياسين فهيبقى 2 في 2 ب4. هبدا ان انا اجمع الساعتين، فهيبقى 30 وسالب 30 هيبقى ب0، يبقى جتا 0 زائد ت جا 0. حلوه قوي، هتساوي. تعال نظبط اكتر. جا 0 كده كده ب0، خلاص مع السلامه. جتا 0 هيبقى ب1، 1 في 4 ب4. يبقى انا ربنا كرمني ولقيت ان عين 1 في عين 2 هتطلع معاك في الاخر بكام يا جماعه؟ ب4. تعالى بقى انت عايز تجيب ايه؟ قال لك عين هتساوي عين 1. الافضل بقى بما انك اللي في الاختيارات هو جايبهم لنا يا جماعه كلهم بالصوره الجبريه، تعالى بقى نبدا نجيب انا وانت بالصوره الجبريه. يلا هنبدا نقوله ادي 2 جتا 30 بجذر 3 على 2، الكلام ده زائد جا 30 بنص، يبقى الكلام ده زائد نص ت. ده بالنسبه لنا عين 1 زائد عين 2 هيبقى معاك 2
جتا سالب 30 برضه بجذر 3 على 2، يبقى ادي جذر 3 على 2. جا سالب 30 بسالب نص، يبقى هيدي لك هنا سالب نص ت. الكلام ده ماله؟ زائد عين 1 في عين 2 اللي هو زائد كام؟ زائد 4. ايه الخطوه اللي بعديها؟ الخطوه اللي بعديها هنبدا نوزع الاثنين هنا وهنا. فبناء عليه تعال نكمل حساباتنا. هيبقى عين هتساوي، هيبقى معاك هنا جذر 3 زائد 1 ت. وزع هنا، هيبقى معاك جذر 3 الكلام ده ناقص ت. الكلام ده زائد كام؟ زائد 4 اللي هي الأربعة دي. هتلاقي إن الت هتروح مع السالب ت، جذر 3 وجذر 3 2 جذر 3 زائد 4. هل دي موجودة في الاختيارات؟ في اختصار. تعال ناخد 2 عامل مشترك. فلما تاخد 2 عامل مشترك هنا هيبقى جذر 3 والكلام ده زائد 2، يبقى 2 في جذر 3 زائد 2. يبقى أنا رايح أعمل إيه؟ فعلا آخد الإجابة رقم ج. ده ساعتها هيبقى الحل بتاعك. اللي بعديها في الشكل المقابل أ ب قطر في الدائرة م، وكانت النقاط ج ود وه ونون تقع على الدائرة، فإن عدد المثلثات المختلفة التي يمكن تكوينها من كل النقط دي. طبعا ده في الوحدة الأولى في الجبر، ده مبدأ عد، وده يعتبر السؤال الوحيد اللي جابه في مبدأ العد. يعني لا جاب تباديل في النموذج التجريبي ولا جاب توافيق، هو جاب مبدأ عد. هل ده معناه في امتحان اخر السنه مش هجيب تباديل وتوافيق؟ لا طبعا، ده امتحان تجريبي يا جماعه، فاحنا بنقيم شكل الامتحان بيبقى عامل ازاي. خلاص؟ طيب هحل السؤال ده ازاي؟ تعال نتكلم معاك بالعقل. اولا لو تيجي تعد 1 2 3 4 5 6 7، انت معاك كام نقطه؟ معانا 7 نقط. السبع نقط دول عايزين نعرف احنا نقدر نكون منهم كام مثلث. اولا هل هنا في ترتيب؟ يعني لما اجي اختار ترتيب النقط عشان اكون مثلث، هل في ترتيب؟ لا، فهنا دون ترتيب، هنا مفيش ترتيب. هل في تكرار؟ يعني ينفع اقول المثلث الف الف ج؟ مفيش تكرار طبعا، فهنا دون تكرار. فانت هنا ما عندكش ترتيب ولا عندك تكرار. انا وانت عارفين مفيش ترتيب مفيش تكرار، يبقى على طول هيكون فيها يا جماعه، هيكون في توافيق اللي هي هتبقى نون توافيق ر. مين النون ومين الر؟ النون بالنسبه لنا هتبقى عدد النقاط، وانت معاك كام نقطه؟ هتقول لي والله انا معايا 7. طب مين الر؟ انت باشا هنا بتقول لي انا عايز اكون مثلث، فالمثلث ده بالنسبه لك هيبقى ايه؟ قال لك المثلث ده بالنسبه لنا بيتكون من 3 نقط، يبقى انت هيبقى معاك 7 نقط، بس كل 3 نقط هتكون منهم ايه؟ مثلث. فالره بالنسبه لنا ده هيبقى ايه؟ هيبقى عدد الحروف بتاعه المثلثات. فبناء عليه لو انا عايز اجيب نون توافيق ر، يبقى انا هروح اجيب كام؟ 7 توافيق الثلاثه. ايه السبعه؟ اللي هي عدد النقاط. الره اللي هي الكام؟ الثلاثه. بس خلي بالك بقى، في 3 نقط على استقامه واحده استحاله يكونوا مثلث. يعني ممكن اقول لك انا معايا المثلث ا م ج ا م د ا م ه ا م ن، ينفع نقول لك ا م ب؟ لا طبعا. فانت بعد ما تعمل 7 توافيق 3 هتبدا تطرح منها واحد. مين الواحد ده؟ ان هم ال3 نقط على استقامه واحده، دول مش هتقدر تكون منهم مثلث، فلازم اعمل ايه؟ استغنى عنهم عشان اوصل لعدد المثلثات. 7 توافيق 3 لو على الآلة ب35، و35 ناقص 1 بكام؟ ب34. يبقى انا عليا وعلى الاجابه رقم د. فاحنا شفنا الترتيب ماشي ازاي، شفنا التكرار ماشي ازاي، وبناء عليه استخدمنا التوافيق. بيقول لك ا ب ج مثلث فيه، ده حضرتك سؤال فراغيه. د منتصف الب ج، ه منتصف الالف ب، جاب لك النقطه ا وجاب لك النقطه ج، عايز يجيب د ه. طيب انا رحت رسمت مثلث، المثلث ده انا رحت سميته ا ب ج، تمام. هو قال لك ان د منتصف ب ج، يبقى انا معايا هنا النقطه د منتصف، وه منتصف ا ب. جاب لك النقطه ا ب 3 وصفر
و5. جاب لك النقطة ج بصفر وجذر 7 و2، صفر وجذر 7 و2، ده النقطة ج. صح كده؟ صح. عايز اجيب ايه انا؟ قال لك انا عايز اروح اجيب د ه. الجزء اللي جاي ده يا جماعة بقى جزء تراكمي، وهنا معلش هنقف بس حبتين. حضرتك انت شفت في امتحان العربي في النحو هو جاب لك تراكميات من حاجات في اعدادي في المدح والذم وحاجات كتير. هنا ده شغل تراكمي، ده شغل اعدادي وشغل اولى ثانوي. فانت لازم تبقى عندك في الاعتبار اللي انت في الامتحان هتقابل شغل تراكمي، ده طبيعي. فانت لو بتحل كتير زي ما كنت بقول لك طول السنه، شغل التراكميات بالنسبه لك مش هتقابل فيه مشكله. طب واحد يقول لي ايه التراكمي في هنا؟ اقول لك يا سيدي، انت قلت لنا ان هي منتصف، صح؟ وقلت لنا ان دال منتصف، صح؟ انت عايز تجيب الدال ه. هجيب الدال ه ازاي؟ انا معايا النقطه الف ومعايا النقطه ج، مش انا ممكن اجيب الف ج بعد من نقطتين؟ صح. لو انت جبت الف ج تقدر تجيب منها الدال ه. ليه؟ لان دال ه هتوازي الالف ج، يبقى دال ه طولها نص الالف ج. كان عندك حضرتك نظريه في اعدادي ونظريه في اولى ثانوي ان القطعه المستقيمه الواصله بين منتصفي قطعتين في مثلث هتوازي الضلع الثالث وطولها هيساوي نص طول الضلع الثالث. فانا هروح اجيب الالف ج اهو، ادي الالف ج. فالالف ج هنجيبها ازاي؟ بالبعد بين النقطتين، هيبيعي فرق السينات تربيع، فرق الصلات تربيع، فرق العنات تربيع. فرق السينات 3 ناقص صفر 3 و3 تربيعها 9. فرق الصادات صفر ناقص جذر 7 جذر 7 وجذر 7 تربيعها 7. فرق العنات 5 ناقص 2 3 و3 تربيعها 9. فهيبقى معاك 9 و9 هيدي لك 18. 18 و7 25، جذر ال 25 ب5. يبقى انا قدرت اجيب ان الالف ج طلعت بكام؟ ب5. هتقول لي بما ان د ه مالها بتوازي الالف ج، يبقى ده معناه ان د ه هتساوي نص الالف ج، يعني نص الكام؟ ال5. فهتدي لك في الاخر 2.5 وحده طول، اي 2.5 سنتيمتر. ده ساعتها هيبقى طول الدال ه. اللي بعديها سؤال جبر، والسؤال ده في حته فنيه حلوه قوي. تعال بص بيقول لك ايه بقى. بيقول لك في مفكوك نظريه ذات الحدين س أس ن في 1 على س ناقص 2 كل أس ن حسب قوة س التصاعدية، إذا كان الحد الخامس بيساوي 2016 س أس 4، فإن النسبة بين معامل الحد الثالث ومعامل الحد الرابع هيساوي. هنا في شوية فنيات عايزين في الأول بس نعديها، لو عديتها الدنيا هتمشي معاك. لو انا جبت لك حاجه شبه كده، لو انا قلت لك انا معايا س أس 3 مضروبه في 1 على س ناقص 2 الكل أس 5، هل ممكن اوزع الس أس 3 هنا وهنا؟ احنا من شويه قلنا لا. ليه لا؟ لان القوس ده مرفوع الكل أس 5، فهيبقى من الصعب ان احنا نوزع الأس هنا وهنا. طب بص بقى، بدل حضرتك ما احط لك 5 وهحطط لك هنا 3، هل ممكن اوزع السين أس 3 هنا وهنا؟ هنا ممكن نوزع بقى. ازاي يا مستر؟ اولا الاسس دي موحده، صح؟ وانت كده كده بتضرب. ايه رايك لما انا انزل س مضروبه في 1 على س ناقص 2، وبعد كده اقول لك ان الكلام ده كله مرفوع الكل أس 3، يعني دول مضروبين في بعض، فمن السهل ان انا اوزع الاس على السين واوزع الاس على القوس عادي. ايه المشكله طول ما هم مضروبين في بعض؟ فده اللي انا عايز اوصله لك فوق. حضرتك هنا س أس ن مضروبه في ده الكل أس ن، فانا ممكن اوزع السين هنا وهنا بشرط ان انا ارفع الاس فوق اللي هو ن. يعني انا لما اجي اضرب السين في 1 على س هتدي لك حضرتك السين مع السين هتبقى 1، هنا هيدي لك سالب 2 س، بعد كده الكل أس 3، فبقى معاك قوس مرفوع الكل أس كام؟ 3. هل ده في مشكلة؟ تعالى بقى نعمل الكلام ده فوق حضرتك عندك هنا. هنبدأ ننزل السين وننزل القوس وبعد كده نرفع الكلام ده الكل أس 3 اهو. هيبقى معاك س
مضروبة في 1 على س ناقص 2. الكلام ده كله مرفوع الكل أس ن. وزع السين هنا وهنا، فس في 1 على س هتدي لك 1، وهنا هيبقى ناقص 2 س. الكلام ده الكل أس ن، فهيبقى 1 ناقص 2 س الكل أس ن. كده القوس بقى شكله شيك، بقى شكله حلو، بقى خلاص بقى نظرية ذات حدين اهو زي ما انت شايف اهو. هو قال لك ايه بقى؟ ان الحد الخامس بيساوي 2016 س أس 4. لا تعالى على جنب كده. طب ما تيجي انا وانت باشا نجيبه لحد الخامس. هات لنا الحد الخامس. الحد الخامس هيبقى عباره عن ايه؟ ن توافيق الاربعه، الحد الثاني أس 4، الحد الاول أس الفرق ما بينهم. خلي بالك من حاجه، هو قال لك حسب قوى س التصاعديه، مهم جدا. لو انت فاكر معنى كلمه تصاعديه يبقى لازم الاس بتاع السين يزيد، وعشان الاس بتاع السين يزيد يبقى لازم السين دي تتحط رقم 2، وهي فعلا السين هنا محطوطه رقم 2. فهنا لما تيجي تفك الاس بتاعها هيبدا ان هو فعلا ايه يا جماعه؟ يزيد معانا. فانت هنبدا نقول ايه بقى؟ نون توافيق الاربعه. النون بتاعك عندك بكام؟ النون هنا هتبقى زي ما هي، توافيق الاربعه في الحد الثاني أس 4 في الحد الاول أس الفرق ما بينهم. كده كده الحد الثاني هو هيبقى سالب 2 س الكل أس 4 في الحد الاول أس الفرق ما بينهم. كده كده الحد الاول بكام؟ ب1، فمش هيفرق معاك في حاجه. اللي بعديها الحد الخامس هو جايبه لك بيه 2016 س أس 4. نون توافيق الاربعه حضرتك هتنزلها زي ما هي اهي، نون توافيق الاربعه في سالب 2 س أس 4. وزع الاس هنا وهنا، فسالب 2 أس 4 16، الاس هياكل السالب في س أس 4. يلا عايز تقول لي ايه بقى؟ س أس 4 مع س أس 4. امسك ال 16 اقسمها هنا. ليه بقى؟ عشان نوصل معاك بيه نون توافيق الاربعه تطلع بكام؟ لان هنا هيبقى معاك 2016 وهنا هيساوي 16 في نون توافيق الاربعه. فهروح ماسك الاله الحاسبه بتاعتنا وهنبدا نقول اهو. هنبدا ناخد معاك 2016 هنبدا نقسمها على ال 16 هتطلع معاك بيه 126. فبيني وبينك انا عايز اروح اجيب قيمه النون دي. فانا هجيب قيمه النون دي ازاي؟ بسيطه، مش هروح افك بقى. ما تروحش تقول لي حضرتك لما اجي افك هنقوله بقى ايه العلم ناقص الدليل والكلام ده كله. لا يا عم، انا على الاله الحاسبه عشان انجز. ما تروحش تفك التوافيق يا جماعه. انت المفروض الرقم ده يا اما كام؟ 4 يا اكبر من الاربعه. هبدا اجرب على الاله 5 توافيق الاربعه، 7 توافيق الاربعه، 9 توافيق الاربعه. لو عملت على الاله 9 توافيق الاربعه هيدي لك كام؟ 126. يبقى النون بكام؟ ب9. بص للمره الثالثه ما تروحش انجز نفسك في الوقت ده. كده كده سؤال اختيارات. لو مقالي ساعتها نقول بقى هنقول اللي فوق مضروب اللي فوق على مضروب اللي تحت في مضروب اللي فوق ناقص اللي تحت. فك التوافيق عادي، تبديل على مضروب الدليل فكها عادي. بس هنا جبت قيمه النون خلاص. نقعد بقى انت عايز تجيب معامل الحد الثالث على معامل الحد الرابع اهو. معامل انا بغير لك لون، عايز اروح اجيب معامل الحد الثالث على معامل الحد الرابع. لو انت فاكر انا كان معايا النسبه بين حدود. النسبه بين الحدود كنا بنجيبها ازاي؟ كنا لازم نبص الاول مين الدليل الاكبر. الدليل الاكبر خلي بالك في المقام. يبقى لما اجي هبدا من المقام. هبدا بالمقام ازاي؟ هاخد الاس اللي هو بقى دلوقتي بكام؟ 9. ادي الاس اللي هو 9 ناقص الرتبه الصغيره. الرتبه الصغيره اللي هي 3 زائد 1. في البسط كنت احط 3. الاس ناقص الرتبه الصغيره زائد 1، والبسط كان الرتبه الصغيره. في اوعى تنساها دي عشان ما تنساها انت دايما، دي معامل الحد الثاني على معامل الحد الاولاني. طبعا معامل الحد الثاني هيبقى في البسط اللي هو هيبقى في المقام لان ابتديت من المقام، هيبقى -2، ومعامل الحد الاولاني هيبقى في البسط. ونبدا نعمله مع الاله بقى. هيبقى معاك هنا كام؟ 3، وهنا هيبقى 9 ناقص 3 زائد 1، وهنا الكلام ده مضروب في 1 على -2 هيدينا -3 على ال 14.
فهيبقى سالب 3 الى 14. ده بالنسبه لنا هيبقى الاجابه بتاعتنا. بص السؤال احنا خدنا منه افكار، خدنا منه شغل عشان نوصل. بص التوفيقيه جت هنا اهو، يعني ممكن التوفيقيه بدل ما يجيبها لك صراحه يجيبها لك فين؟ في مساله فيها نظريه ذات حدين او كده. اللي بعديها بيقول لك قياس الزاويه المحصوره بين المستويين دول. معايا مستويين زي ما انت شايف، عايز اجيب الزاويه اللي بينهم، فانا هتصرف معاك ازاي؟ همسك المستوى الاول اجيب المتجه ن، وهمسك المستوى الثاني اجيب المتجه ن، وبعد كده كان عندنا قانون ازاي نقدر نجيب الزاويه بين المستويين عن طريق جتا سيتا. فالمستوى الاول هجيب ن واحد، فن واحد كانت عباره عن ايه؟ معامل السين، معامل الصاد، معامل العين، ده المتجه ن. المستوى الثاني تعالى انا وانت نجيب المتجه ن، فهيبقى معامل السين، مفيش معامل صاد، معامل العين اهو. ده ن واحد وده ن اتنين، هل في مشكله في ده؟ كلام جميل. كان عندنا قانون بقى اللي احنا نجيب منه الزاويه بين المستويين. لما كنا بنروح نجيب جتا سيتا كان الاول ضرب قياس الثاني على معيار الاول في معيار الثاني. الاول اللي هو كان ن واحد متجه ضرب قياسي ن اتنين متجه على معيار الاول في معيار الثاني. فتعالى انا وانت نظبطوا حساباتنا، هيبقى جتا سيتا هتساوي، تعالى انا وانت نضرب ضرب قياسي، يلا بينا اضرب ضرب قياسي. 3 في 1 ب3، س في س، ص في ص، سالب 6 في ص بصفر، عين في عين، 6 في 1 ب6. معيار الاول يلا بينا، معيار الاول اهو 3 تربيعها 9، سالب 6 تربيعها 36، 6 تربيعها 36، ده معيار الاول. في معيار الثاني 1 تربيعها 1 صفر، يبقى ساعتها 1 زائد 1. لما تروح تعملهم على الآلة هيدي لك ساعتها 1 على جذر 2. تعالى برضو نتأكدوا أنا وأنت أهو، هيبقى معاك في البسط 9، والمقام هيبقى معاك جذر 9 زائد 36 زائد 36، وهنا هيبقى جذر الاتنين. صح كده؟ لما تيجي تعملهم على الآلة هيطلع معاك شيفت كوزين أنصر، هيطلع معاك فعلا 1 على جذر 2، اللي هو هيبقى جذر 2 على 2 لما تعمل على الآلة. اعمل ايه في ده بقى؟ شيفت كوزين. لما تعمل شيفت كوزين هتطلع معاك ساعتها الزاوية بكام؟ ب45. اللي بعديها بيقول لك إذا كان برضه هنا جايب لك عدد مركب، عين واحد بتساوي ه أس باي على 3 ناقص باي على 3 ت، وعين 2 بتساوي ه أس باي على 6 ناقص باي على 6 ت. فإن عين واحد في عين 2 هتساوي، عايز امسك العددين دول ابدا ان انا اضربهم في بعض. طيب هنبدا نضرب الكلام ده ازاي؟ اولا احنا محتاجين نظبط الشكل العام بتاع العد المركب الاول والعد المركب الثاني. اولا العد المركب الاول انا معايا ه أس باي على 3 ناقص باي على 3 ت، فانا ممكن اقسمها لايه؟ له أس باي على 3 في ه ناقص سالب باي على 3 ت. ده العدد المركب الاول يا جماعه. قسمت ده بالنسبه لنا هيبقى المقياس ه أس باي على 3، وبالنسبه لنا هتبقى السعه بسالب باي على 3 اللي هي هتبقى سالب 60. ده بالنسبه لك هيبقى الجزئيه الاولى بتاعه العد المركب الاول. العد المركب الثاني نفس الكلام، هنخليها ه أس باي على 6، الكلام ده مضروب فيه ه أس سالب باي على 6 من ت. فده بالنسبة لنا هيبقى المقياس، والساعة تبقى بكام؟ بسالب 30. طيب تعالى برضو نجيبه بالصورة المثلثية. فهيبقى عين واحد هتساوي ادي ه أس باي على 3، الساعة تبقى سالب 60، يبقى جتا سالب 60 زائد ت جا سالب 60. ده العد الأول. العدد الثاني نفس الكلام، هتبقى ه أس باي على 6، الساعة معاك بكام؟ بسالب 60، أو هتبقى سالب باي على 6 اللي هي هتبقى سالب 30، فهتبقى جتا سالب 30 زائد ت جا سالب 30 أهو، ت جا سالب 30. الخطوة اللي بعديها بقى هنعمل إيه؟ الخطوة اللي بعديها أنا وأنت
هنبقوا محتاجين نمسك العددين دول نبدا نضربهم في بعض. يعني امسك عين واحد اضربها في عين اتنين، فهضرب المقياسين وهجمع الساعتين. فلما تضرب المقياسين ه أس باي على التلاتة في ه أس باي على الستة هتجمعهم، ما هم مضروبين في بعض نفس الاساس. هجمع الأس باي على التلاتة دي اللي هي 30، وباي على باي على التلاتة اللي هي 60، وباي على الستة اللي هي 30. فلما اجمعهم هتدي لك ه أس باي على الاتنين. هتبدأ تجمع الساعتين، فهيبقى معاك سالب 60 وسالب 30، فهتبقى جاتا سالب 90 زائد ت جا سالب 90 اهو. جاتا سالب 90 جاتا 90 بصفر، فده مع السلامة. جا سالب 90 بسالب 1، سالب 1 في ت بسالب ت، يعني هتدي لك كده لما تضرب هتبقى سالب ه سالب ه أس باي على الاتنين ت سالب ه أس باي على الاتنين دي لوحدها، وبعد كده احط ت لان هنا كان في سالب ت، فسالب ه أس باي على الاتنين في كام يا جماعه؟ في ت لوحدها. يبقى لما اروح للاجابه رقم ب، ده ساعتها هيبقى الاجابه بتاعتنا. هل في مشكله؟ صعب كلام؟ طيب اللي بعديها. تعالى هنا بنتكلم معاك في محددات. بص هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك اذا كان عين عدد مركب فان مجموع جذور المعادله دي. جاب لك محدد وقال لك ان المحدد ده بيساوي 8، فهو عايز يجيب مجموع الجذور، يعني عايز يعرف مجموع جذور العدد عين هيبقى بكام. هنا مش محتاجين نستخدمه خواص يا جماعه. ايه رايك لما نيجي نفك المحدد ده مستخدمين الصف الثالث؟ الصف الثالث صفر وصفر وعين، فهيبقى من السهل علينا اللي احنا نفكه باستخدام الصف الثالث. وعلى فكره الصف الثالث اشاراته هي اشاره الصف الاولاني، يعني ده المفروض اشارته موجب سالب موجب، ده برضه هيبقى موجب سالب موجب. فانت هنا الصفر لما تفكه هل هيبقى ليه لازمه؟ ما هو الصفر بعد كده لما افكه هيتضرب مع السلام، الصفر الثاني مع السلام، فلما افك ليه؟ العين واشارتها هتبقى موجب. فادي العين وافتح جنبها محدد، هتلغي الصف والعمود المشترك مع العين، هيتبقى معاك ساعتها كام؟ عين زائد واحد وعين واحد وعين، الكلام ده في الاخر هيساوي 8. فهنا هنبدا نعمل ايه بعد كده؟ هنبدا انا وانت بقى نظبطوا حساباتنا. فهيبقى العين اهي هيبقى حاصل ضرب الوسطين اللي هو حاصل ضرب عناصر قطر رئيسي ناقص حاصل ضرب الاخر، عين اضربها هنا وهنا، عين في عين، عين في واحد، ناقص حاصل ضرب عناصر قطر الاخر، واحد في عين هيدي لك ساعتها كام؟ عين. ايه الكلام ده هيساوي كام؟ الكلام ده هيساوي 8. الخطوه اللي بعديها هتلاقي ساعتها العين هتروح مع العين، فهيتبقى عين في عين تربيع، فهيدي لك عين أس 3. ايه الكلام ده هيساوي 8. فلو عين أس 3 بتساوي 8 لما تاخد الجذر هيدي لك ساعتها ان العين ب2، فتروح تختار الاثنين. مش صح. ليه يا مصر؟ ما هو عين تكعيب بتساوي 8، جذر التكعيب ل8 ب2 فخلصت اهي والاجابه رقم الف. لا يا عم، ده الكلام ده وانت في اعدادي. انت خدت معانا ان عين تكعيب بتساوي 8، يبقى انت هنا هيبقى عندك 3 جذور تكعيبيه للعدد عين. عين أس 3 طبقا طبعا لنظريه دي موفر. فانت هنا هتعمل ايه؟ حضرتك عين تكعيب بتساوي 8، يبقى ده معناه ان العين هيكون ليها 3 جذور. الجذر الاول هيبقى ب2 فعلا صح، اللي هو الجذر التكعيبي ل8، بس كمان هيبقى فيه 2 اوميجا، وكمان هيبقى فيه 2 اوميجا تربيع. زي ما كنت اقول لك عين تكعيب بتساوي 1، خد الجذر، فكنت بتقول لي العين ب1، فكنت اقول لك لا، العين مش ب1 بس، كان ب1 واوميجا تربيع. الجذور التكعيبيه هو اسم الدرس كده، الجذور التكعيبيه لواحد الصحيح. فهنا انت خدت ال8 جذر التكعيبي بتاعها 2، بس مش هيبقى 2 بس، 2 و2 اوميجا و2 اوميجا تربيع. فمجموع هو عايز يجيب بقى مجموع جذور المعادله دي، فدول المفروض حضرتك الجذور، فانت عارف ان مجموع الجذور التكعيبيه بتطلع معاك في الاخر بكام؟ بصفر. فبناء عليه لما نيجي نختار هنختار الاجابه رقم ج، فهتطلع معاك في الاخر بكام؟ بصفر. هل ده فيه مشكله؟ صعب كلام؟ اللي بعديها
بيقول لك أ ب ج مثلث فيه رؤوسه، جاب لك رؤوس المثلث، جاب لك أ، جاب لك ب، جاب لك ج. قال لك ايه بقى؟ مساحة المثلث بتساوي 6 وحدات، فإن ك هتساوي، أنا وأنت عايزين نجيب ك. طب تعالى كده حضرتك، لو أنت تيقنت معانا إن ده بالنسبة لك هيبقى المثلث بتاعك أهو، فالمثلث ده اسمه أ ب ج. انت معاك النقطة أ ومعاك النقطة ب ومعاك النقطة ج، وجاب لك مساحة المثلث جاهزة، هتتصرف ازاي؟ والله يا مستر انا عشان اجيب مساحة المثلث كان عندي طرق ياما جدا. انا كنت ممكن لو معايا الرؤوس كلها جاهزة اروح اجيب أ ب واجيب ب ج واجيب أ ج، واروح استخدم قاعدة هيرو، نص المحيط في نص المحيط ناقص الضلع الاول في نص المحيط ناقص الضلع الثاني في نص المحيط ناقص الضلع الثالث. ممكن كمان اجيب مساحة المثلث عن طريق مساحة متوازي الاضلاع. ازاي؟ اجيب أ ب واجيب أ ج، واروح اجيب الضرب الاتجاه بتاعهم، بعد ما اجيب الضرب الاتجاه بتاعهم اضربهم في نص، يبقى انا ساعتها جبت مساحة المثلث، وده اللي انا هرجح ان انا اجيبه. يعني انت عايز تعمل ايه؟ هروح اجيب انا وانت أ ب، وهنروح نجيب أ ج. طب هات لنا أ ب، أ ب هتبقى عبارة عن ايه؟ ب ناقص أ، فصفر ناقص 4 اهو، ب ناقص أ صفر ناقص 4، ب ناقص أ ك ناقص صفر، ب ناقص أ صفر ناقص صفر. الألف ج، الألف ج هتبقى عبارة ج ناقص أ صفر ناقص 4 صفر ناقص صفر 2 ناقص صفر، فأنا معايا أ ب وأ ج. لما أنا أروح أضربهم ضرب اتجاهي فأنا بروح أجيب مساحة متوازي الأضلاع، هروح أجيب أ ب متجه ضرب اتجاهي أ ج متجه، فهبدأ أنا وأنت نفتح قلنا محددة، فالمحددة هنا كان في س، هنا كان في ص، هنا كان في ع. الألف ب كان معانا -4 ومعانا ك ومعانا صفر. الألف ج معاك برضه هنا -4 ومعاك هنا صفر ومعاك هنا كام؟ 2. ده بالنسبة لنا كان الشغل بتاعك صح؟ ابدأ بقى يلا فك، هتبدأ تفك السين والصاد والعين. فأنا هنا هيبقى معايا السين وإشارتها كانت موجب، هيبقى معايا الصاد وإشارتها سالب، هيبقى معايا العين وإشارتها موجب. ده حضرتك إشارته موجب، ده إشارته سالب، ده هيبقى إشارته إيه؟ موجب. فك السين، الغي الصف والعمود المشترك معاك أهو. هتبقى ده حاصل ضرب عناصر قطر رئيسي 2 في ك ناقص حاصل ضرب الآخر، مع السلامة. الصاد، الغي الصف والعمود المشترك معاك، هتبقى -4 -4 صفر و2، -4 في 2 -8 اهو، هيبقى -8 ناقص حاصل ضرب الاخر صفر في -4 بصفر. خش على العين، الغي الصف والعمود المشترك معاك، هتبقى دول اهو -4 -4 كف حاصل ضرب الاساسي صفر ناقص حاصل ضرب الاخر كف -4 -4 كاف، وهنا سالب هيدي لك موجب 4 كاف. -8 ناقص صفر ب8، وهنا في سالب، فسالب في سالب بموجب، فهيدي لك ساعتها موجب 8 في اتجاه الصاد اهو، هيبقى موجب 8 في اتجاه الصاد. وهنا هيبقى معاك 4 كاف في اتجاه الايه؟ العين. شيل كل ده وهيبقى معاك زائد 4 كاف في اتجاه الايه؟ العين اهو. اعمل ايه في ده بقى يا باشا بقى؟ ده حضرتك هنروح نضربه في نص ونجيب معياره ونساويه بالكام؟ بالستة. ليه؟ ما دام نقسم مساحة متوازي الأضلاع لما تجيب المعيار بتاعه. يعني بص كده يا حبيب قلبي، لو احنا صغرنا شوية كده وبدأنا نطلع معاك فوق اهو، اطلع فوق، اطلع اطلع اهو. دلوقتي أنا عايز أجيب مساحة المثلث. فهجيب مساحة المثلث ازاي؟ اضرب ده في نص، فلما تضرب ده في نص هيدي لك كاف في اتجاه السين، اضرب ده في نص هيدي لك 4 في اتجاه الصاد، اضرب ده في نص هيدي لك 2 كاف في اتجاه العين. هات معياره تجيب مساحة المثلث، مساحة المثلث معاك بكام؟ ب6. هات المعيار، هيبقى الجذر تربيع س تربيع زائد الصاد تربيع زائد عين تربيع. س تربيع فالكاف تربيعها كاف تربيع، صاد تربيع ف4 تربيعها 16، عين تربيع ف2 كاف تربيعها 4 كاف تربيع. تمام؟ هنا هيبقى معاك 6، هتبدأ تجمع. هنا كاف تربيع و4 كاف تربيع هيدي لك 5 كاف تربيع. 5 كاف تربيع الكلام ده زائد كام؟ زائد 16.
هعمل ايه بعد كده؟ قال لك يا مستر تعالى نربع الطرفين عشان نتخلص من الجذر. فلما تربع هنا هيدي لك 36. الكلام ده هيساوي 5 كاف تربيع زائد 16. طلع ال 16 بره هيدي لك 20 هتساوي 5 كاف تربيع. اقسم على 5 هتدي لك 4. خد الجذر التربيعي، فالجذر التربيع على 4 يبقى الكاف بكام؟ ب2. يبقى انا ربنا كرمني وقدرت اجيب قيمه الكاف، فطلعت معانا في الاخر بكام؟ ب2. انزل كده هيطلع معاك الكاف ب2. او هنا خلي بالك قال لك كاف بتنتمي لح، فلو كاف بتنتمي لح مش ما قاليش ح الموجبه، يبقى خلاص موجب او سالب 2 يا جماعه. لو قال لك كاف بتنتمي لح الموجبه يبقى الكاف ب2، كاف بتنتمي لح السالبه يبقى الكاف بسالب 2، لما كاف تنتمي للاعداد كلها اعداد الحقيقيه يبقى الكاف هتبقى موجب او سالب 2. تمام. السؤال اللي بعديه ده سؤال بيمثل لك برضه جبر نظريه ذات الحدين. بص هنا بيقول لك ايه؟ في مفكوك 2 س أس 2 زائد 1 على 2 س الكل أس 3 ن حسب قوى س التنازلية. تمام. بص السطر اللي جاي بقى، قال لك الحد التاسع هو الحد الخالي من س، خلي بالك من الجملة دي، فعايز اجيب معامل س أس 3. طيب انا هستغل معاك دي ان الحد التاسع هو الحد الخالي من س، هروح اجيب الحد التاسع واخد اس المتغير وابدا اساويه بالصفر، لان احنا قلنا الحد الخالي من س يعني الحد ده ما فيهوش س، وعشان الحد ده ما يكونش فيه س يبقى لازم يكون اس المتغير بكام؟ بصفر. فانا قبل ما اعمل ده امسك المفكوك نفسه وابدا هات لي الحد العام بتاعه، فهيبقى الاس توافيق ر، الحد الثاني اس ر، الحد الاول اس الفرق ما بينهم. هيبقى الاس توافيق ر يعني 3 ن توافيق ر في الحد الثاني أس ر يعني 1 على 2 س الكل أس ر في الحد الأول أس الفرق ما بينهم، هيبقى 2 س تربيع أس الفرق ما بينهم اللي هو هيبقى كام يا جماعة؟ 3 ن ناقص ر. ابدأ فوق، فهيبقى معاك 3 ن توافيق ر في نص، انا بفصل متغيرات نص اس ر في 1 على س اس ر كنا بنطلعها فوق يبقى س اس سالب ر في 2 اس 3 ن ناقص ر في س اس 2 اس 3 ن ناقص ر، وزع الاس هنا وهنا اضرب، فهيبقى 6 ن ناقص 2 ر. فانت كده جبت الحد العام. مين اللي يهمني؟ اللي يهمني كان السين، فانا معايا س اس سالب ر ومعايا هنا س اس 6 ن ناقص 2 ر. ابدا بقى جمع الاسس، صح كده؟ هجمع الاسس، يلا بينا. فهيدينا تعالى بقى ايه نغير لون، فهيبقى س. لما تبدا ان انت تجمع الاسس هيبقى معاك سالب ر وسالب 2 ر، يعني هيدي لك 6 ن ناقص 3 ر. ده بالنسبه لنا هيبقى اس المتغير. خلي بالك بقى اس المتغير ده هنعمل فيه ايه؟ هنبدأ ناخد أس المتغير ده نبدأ نساويه بالصفر ونعوض عن الره ب8. ليه؟ هو قال لك إن الحد التاسع هو الحد الخالي من س، فمعنى كلمة الحد التاسع يبقى ده معناه إن الره بكام؟ إن الره ب8. ومعنى إيه؟ إن الحد الخالي من س يعني أس المتغير هيطلع بصفر. فأنا هاخد معاك أهو 6 ن ناقص 3 ر، هبدأ أساويها بالصفر، فلما تطلع بره بعكس الاشاره هيبقى 6 ن اهو، هيبقى 6 ن هتساوي 3 ر. عوض عن الره ب8 يبقى 6 ن هتساوي 3 في 8 ب 24. اقسم على 6 يبقى تطلع معاك ان النون بكام؟ ايوه النون ب4 اهو. فانا ربنا كرمني وقدرت اجيب قيمه النون، فطلعت معاك بكام يا جماعه؟ طلعت معاك ان النون بكام؟ ب4. يبقى 3 في 4 ب 12. ده ساعتها هيبقى قيمه النون بالنسبه لك. خلاص؟ هل ده فيه مشكله؟ طب تعالى بقى، انت كده لغايه دلوقتي لسه ما عملتش حاجه. اللي عملته ان انت جبت قيمه الاس بس. هو عايز يجيب معامل س اس 3. فانا علشان اجيب معامل س اس 3 يبقى لازم اعرف س اس 3 دي هي موجوده في الحد رقم كام. عشان لو عرفت الحد رقم كام
اقدر ساعتها اجيب المعامل بتاعه. فانا هجيبها ازاي؟ هو انت مش كده كده لسه جايب قص المتغير؟ ده قص المتغير. خد بقى قص المتغير ده وابدا اساويه المره دي ب3. من شويه احنا سويناه بصفر، ده كان حد خالي من س، انما هنا عايز اجيب معامل س اس 3، فخد ده ساويه ب3 اهو. فانا كده كده معايا النون ب4، فهبدا بقى اعمل ايه؟ اخد قص المتغير ده اللي هو هيبقى 6 ن ناقص 3 ر، ابدا بقى اساويه بالكام؟ ابدا اساويه ب3. انا معايا النون ب4، ف6 في 4 ب24، يبقى 24 ناقص 3 ر، الكلام ده هيساوي 3. طلع بره سالب 21 يبقى ر بكام؟ ب7. فانا ربنا كرمني وجبت ر فطلعت بكام؟ ب7. بص بقى على قص المتغير، هنا هيبقى معاك، انا عايز بقى اجيب المعامل، 3 ن توافيق ر اهو، او تعالى هنا اهو، 3 ن توافيق ر نص اس ر 2 اس 3 ن ناقص ر، ده بالنسبه لك هيبقى المعامل. 3 ن يعني 3 في 4 12 توافيق الثلاثه، توافيق ر بكام؟ ب7. في هيبقى معاك نص اس ر يعني نص اس 7، في هيبقى معاك كام كمان؟ 2 اس 3 ن ناقص ر، 3 ن يعني 3 في 4 ب 12، 12 ناقص 7 5، واعملهم على الآلة اهو، واعملهم على الآلة وشوف هتطلع معاك في الآخر بكام. هيبقى معاك 12 توافيق ال7 في نص اس 7، صح كده يا جماعه؟ الكلام ده في كام؟ في 2 اس 5، ان شاء الله هتطلع معانا 198 اهي. يبقى انا وانت رايحين ناخد الاجابه رقم ب، فهتطلع معاك في الاخر بكام؟ 198. يبقى الحل بتاعك حل نموذجي كويس جدا. طيب السؤال اللي بعديه بيقول لك اذا ده سؤال في المصفوفات في الوحده الثالثه في الجبر، اذا كان ا هي مصفوفه المعاملات لنظام المعادلات الاتيه، رتبه ا بتساوي 2، مهم قوي الكلام ده، وكان ك اكبر من او يساوي صفر، يعني ك يا صفر يعني قيمه موجبه. طبعا احنا محتاجين اول حاجه نجيب مصفوفه المعاملات اللي هي المصفوفه ا، والمصفوفه ا دي على طول نخليها في محدده. العمود الاول معاملات السين، العمود الثاني معاملات الصاد، العمود الثالث معاملات العين. العمود الاول معاملات السين، فمعاك السين بكام؟ ب1، معاك السين بكام؟ ب2، معاك السين بكام؟ ب3. العمود الثاني معاملات الصاد، معاك الصاد بكام؟ بكاف، ومعاك الصاد بكام؟ بسالب1، ومعاك الصاد بكام؟ ب2. العمود الثاني معاملات العين، معاك العين بكام؟ ب1، معاك العين بكام؟ بكاف، ومعاك العين بسالب كاف، ومعاك العين بكام؟ بسالب2. هل ده في مشكله؟ تمام. هو قال لك ان رتبه ا بتساوي 2، ده محدد على النظم 3 و3. لو انت فاكر مرتبه المصفوفه، لو المحدد ده ليه قيمه يبقى واحنا مغمضين رتبه المحدد ده هيبقى 3. معنى ان رتبه المحدد ده ب2 يبقى ده معناه ان قيمه المحدد ده هيطلع بصفر، لان ساعتها لو طلع بصفر احنا بنقل رتبه وبنبدا نجيب محددات صغيره لو انت فاكر. فاحنا هنا معنى ان رتبه ا ب2 يبقى ده معناه ان قيمه المحدد ده طلعت معاك في الاخر بكام يا جماعه؟ بصفر. فبناء عليه هنمسك المحدد ده نفكه باستخدام مثلا الصف الاول، واللي يطلع معاك نساويه بالصفر. فانا بالفعل رايح افك، هنبدا معاك هنا بالواحد، وبعد كده هنبدا نفتح محدده. بعد كده هيبقى معاك الكاف واشارتها سالب، بعد كده هنفتح معاك محدده. بعد كده هيبقى 1 واشارتها موجب، ونفتح معاك محدده، وفي الاخر الكلام ده هيطلع معاك بصفر. الواحد الاولاني الغي الصف والعمود المشترك معاك، هيتبقى معاك -1 و2 وسالب كاف وسالب 2. الكاف الغي الصف والعمود المشترك معاك، هيتبقى معاك 2 و3 وسالب كاف وسالب 2. الواحد الغي الصف والعمود المشترك معاك، هيتبقى معاك دول، فهيتبقى معاك 2 و3 وهيتبقى معاك -1 و2. الكلام ده في الاخر هيساوي صفر اهو. هنبدا نفك، فهنا هيبقى معاك الواحد فكك منه، حاصل ضارب الاساسي لو عناصر القطر الاساسي هيبقى 2 ناقص حاصل ضارب الاخر هيبقى -2 كاف، وهنا سالب يبقى موجب 2 كاف، صح كده؟ تمام. هيبقى معاك بعد كده سالب كاف، حاصل ضارب الاساسي 2 في -2 بسالب 4
ناقص الاخر هيدي لك سالب 3 كاف، وهنا سالب فهيدي لك موجب 3 كاف. فكك من واحد، حاصل ضرب الاساسي هيدي لك 4 ناقص حاصل ضرب الاخر سالب 3، وهنا سالب موجب 3. الكلام ده في الاخر هيساوي صفر. هل في مشكله؟ كلام جميل. تعال نظبط حساباتنا، يلا بينا. هنا هيبقى معاك 2 زائد 2 كاف، هننزلها زي ما هي. هيبقى معاك سالب كاف في سالب 4 هيدي لك موجب 4 كاف. هيبقى معاك سالب كاف في سالب 3 كاف هيدي لك سالب 3 كاف تربيع. هنا هيبقى معاك 4 زائد 3 هيدي لك 7. الكلام ده هيساوي صفر. فهنا هيبقى معاك سالب 3 كاف تربيع، معادله من الدرجه الثانيه، خلي بالك، سالب 3 كاف تربيع اهي، ماشي. وهيبقى معاك هنا 2 كاف و4 كاف هيدي لك ساعتها 6 كاف. وهنا هيبقى معاك 2 و7 هيدي لك ساعتها كام؟ هيدي لك 9. ايه الكلام ده هيساوي صفر. وما تتعبش نفسك بقى، ابدا حضرتك حلل لنا على الاله الحاسبه. فهنبدا انه طبعا الاله الحاسبه بتاعتنا عنده سموث بقى ايكويشن. هنبدا نقوله اول حاجه سالب 3 هيساوي 6 هيساوي 9 هيساوي. هيطلع معاك مره قيمه الكاف ب 3، ومره هيطلع معاك ان قيمه الكاف بكام؟ بسالب 1. طبعا سالب 1 دي مرفوضه، لما هاخد الكام؟ التلاته. واحد يقول لي طب وانت رفضت السالب 1 ليه؟ عشان هو قال لنا فوق ان الكاف اكبر من الصفر اهو. لو تطلع كده وتصغر كلامك فوق اهو، قال لك ان الكاف مالها اكبر من الصفر. يبقى لما نيجي نختار التلاته، فبناء عليه هيبقى اجابتنا هي الاجابه رقم ج. السؤال اللي بعديه. كده حضرتك انت خلصت اول 18 سؤال اختيارات في الامتحان. هيبقى فاضل لنا سؤالين مقالي 19 و20. 19 جايب لك محدد، قال لك اذا كان المحدد ده بيساوي سالب 4 فان س زائد ص زائد ع هتساوي. طيب المحدد ده هيبقى من الصعب اللي احنا نفكه. فلو انت فاكر احنا كان عندنا خواص للمحددات بنبدا ان احنا نشتغل عليها. بصراحه السنه اللي فاتت في الامتحان ما جابش حاجه شبه كده في الامتحان، يعني في الامتحان في المقالي ما جابش ده. طب هل ده معناه ان هو في امتحان السنه دي مش هيجيب؟ لا عادي، ما نعرفش، يجيب لك سؤال شبه ده وتبدا ان انت تفك. فواحد يقول لي يا مستر احنا بنقابل مشكله دايما في فك المحدد ده. في ال20 نموذج بتوع المعاصر ان انا قلت لك في الاخر طبقا للجدول هتحلهم، عايزك تحل ال20 سؤال مقالي بتوع دول. لو انت حلتهم اعرف ان السؤال بتاع امتحان اخر السنه لما تحله هيجي منهم، فمش هتقابل مشكله. وتعال نفكر بقى في السؤال ده. المحدد ده بيساوي سالب 4، عايز اجيب س زائد ص زائد ع، هنعمل ايه؟ والله يا مستر انا لما قعدت افكر كده لقيت معايا هنا س زائد 2 وهنا ص زائد 2 وهنا ع زائد 2 وهنا س وس وعين وعين وصاد وصاد. فانا فكرت ايه؟ امسك العمود الاول والعمود الثاني اضيفهم على العمود الاولاني. يعني بص كده، باضافه، تعالى هنا على جنب، باضافه عين 2 وعين 3 على عين 1. فالشكل العام هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى معاك المحدده بتاعتك اهي دي في دوله، فهيبقى عندك هنا س زائد ص زائد ع زائد 2. دي في دوله كده هنا هيبقى معاك برضه س زائد ص زائد ع زائد 2. دي في دوله هنا كده هيبقى معاك س زائد ص زائد ع زائد 2. ده بقى العمود الاول. كده كده اللي بتضيفه حضرتك ما بيتغيرش، بين زي ما هو. يعني انا هنزل العمود الثاني زي ما هو اهو، ص وص زائد 2 وص، ع زائد 2 وعين وعين. هو قال لك ان المحدد ده في الاخر بيساوي كام؟ بيساوي سالب 4. لو تاخد بالك العمود الاول بقى كلهم زي بعض، فبناء عليه تعالى ناخد العمود الاول كله عامل مشترك. خد لي س زائد ص زائد ع زائد 2 عامل مشترك. فتعالى اطلع فوق اهو، هبدا اخد معاك س زائد ص، س زائد ص زائد ع زائد 2 عامل مشترك. فلما تاخد عامل مشترك هنا هتبقى 1 1 1، وهنا هينزل زي ما هو، هيبقى ص وص زائد 2 وص، وهنا هيبقى معاك ع زائد 2 وعين وعين.
وهنا هيبقى معاك في الاخر كام؟ هنا هيبقى معاك في الاخر السالب 4 زي ما هي. طيب انت عايز تجيب قيمه س زائد ص زائد ع، هنتصرف ازاي؟ برضه انا قعدت افكر معاك كده، ده عايز افكه، فاكيد برضه انا مش هروح افكه باستخدام اي صف واي عمود، صح؟ بس هتبقى طويله معاك حبتين واختصاراتها هتبقى صعبه معاك. فاحنا قررنا نعمل ايه؟ بيني وبينك قعدت افكر كده ان انا ممكن احولها مثلا لمصفوفه مثلثيه، لو عناصر قطر رئيسي يا اما تحتيه اصفار يا اما في اصفار. فقررت اعمل ايه؟ امسك الصف الاول اروح اضربه في -1 وبعد كده اضيفه على الصف الثاني. همسك الصف الاول اضربه في -1 وبعد كده هضيفه على الصف الثالث. فالصف الاول مش هيتغير، هيبقى زي ما هو، بس هضربه في -1 واضيفه على الصف الثاني. الصف الاول اضربه في -1 وضيفه على الصف الكام؟ الثالث. فتعالى كده شوف ايه اللي هيحصل اهو. اولا هيبقى معاك س زائد ص زائد ع زائد 2 زي ما هي. يلا بينا. امسك الصف الاول، والكلام ده طبعا بيساوي -4. امسك الصف الاول اضربه في -1. هنا هيبقى -1 وسالب ص وسالب ع ناقص 2، وضيفه على الصف ده. فهنا هيبقى سالب، طبعا ده هينزل زي ما هو يا جماعه، هيبقى 1 وص وع زائد 2 زي ما هو. لما اضرب -1 -1 زائد 1 بصفر، سالب ص زائد ص زائد 2 هيدي لك 2، وهنا هيبقى سالب ع ناقص 2 لان ضربته في -1، فلما تضيفه هيدي لك كام؟ -2. مع السلامه العين والعين. الصف الاول اهو ده برضه اضربه في -1 بس ضيفه على الصف الكام؟ الثالث. فهنا هيبقى -1 وواحد هيدي لك 0، وهنا هيبقى سالب ص وص هيدي لك 0، وهنا هيبقى معاك سالب ع ناقص 2، فهنا هيبقى السالب ع مع العين، لكن هنا هيبقى معاك الكام؟ السالب 2. هل في مشكله؟ ده بالنسبه لنا بقى محدد مصفوفه مثلثيه، عناصر القطر الرئيسي اهو لو تاخد بالك هيبقى تحتيها هيبقى يا جماعه اصفار. فابدا افك ده، فلما تفك ده هيبقى حاصل ضرب عناصر قطر رئيسي. طول ما تحتيها اصفار بمسك عناصر قطر رئيسي اضربها ببعض. فهنا لما تيجي تبدا تطلع فوق اهو، يلا بينا. هيبقى معاك هنا ايه؟ س زائد ص زائد ع زائد 2. الكلام ده هيكون مضروب في كام؟ فحاصل ضرب عناصر قطر رئيسي، 1 في 2 في -2 في -4. الكلام ده هيساوي كام؟ -4. ايه اللي هيحصل؟ اقسم على -4 اقسم على -4، فلما تقسم هيبقى س زائد ص زائد ع زائد 2. الكلام ده هيساوي 1. ما انا قسمت على -4، اعمل ايه في الاثنين؟ طلعها بره بعكس الاشاره، يبقى س زائد ص زائد ع. الكلام ده في الاخر ادالك كام؟ ادالك -1 بس. فانت فعلا كنت عايز تجيب س زائد ص زائد ع، فس زائد ص زائد ع في الاخر اديت لك كام يا جماعه؟ اديت لك -1. ده ساعتها هيبقى الحل النموذجي بتاعنا، هيطلع معاك في الاخر بكام؟ ب1. ده اول سؤال مقالي. السؤال المقالي بقى الاخير في الامتحان بتاعنا بيقول لك اذا كان معادله المستقيم المره بالنقطه دي ويقطع مع الجزء الموجب لمحور السينات جزء طوله 6 وحدات. طبعا دايما انت فاكر لو عايز اجيب معادله المستقيم انا محتاج حاجتين، محتاج نقطه ومحتاج معاها المتجه ه. لو انا معايا نقطه ومعايا المتجه ه هقدر على طول منها اجيب معادله المستقيم. فانا معايا نقطه اهو، قال لك معادله المستقيم المر بالنقطه، ناقص لك ايه؟ المتجه ه. هنجيبه ازاي؟ هو قال لك ان المستقيم ده بيقطع مع الجزء الموجب لمحور السينات جزء طوله 6، يبقى ده معناه ان هنا قطع نقطه هنسميها مثلا النقطه ب، كان الاحداث السين 6 لكن ما فيش صاد ولا في عين. مستقيم قطع مع محور س 6 وحدات، يبقى مشى 6 لكن ما مشاش على الصاد ولا على العين، فدي نقطه سميناها النقطه ب. والنقطه اللي فوق دي هنسميها النقطه ا اللي هي هتبقى 2 وسالب 1 و3. وانت عارف رياضيا لو انا معايا نقطتين ممكن اجيب منهم المتجه ه، لان المتجه ه هو عباره عن ا ب، وا ب هو عباره عن ايه؟ ب ناقص ا. فانت لو جبت ب ناقص ا يبقى انت على طول جبت معاك المتجه ه. فب ناقص ا يعني 6 ناقص 2.
ب ناقص أ صفر ناقص واحد، ب ناقص أ صفر ناقص 3 سالب 3. فأنا معايا نقطة أهي، أو ممكن تاخد النقطة ب عادي، ومعايا المتجه أهي. أقدر أجيب معادلة المستقيم. تعالى أجيب الصورة المتجهة. كان إيه الصورة المتجهة؟ ر متجه بتساوي النقطة زائد ك ه. ر متجه هتساوي النقطة اللي هي هتبقى 2 وسالب 1 و3 زائد ك في المتجه ه، والمتجه ه 4 و1 وكام؟ وسالب 3. ده ساعتها هيبقى معادلة المستقيم بالنسبة لك. يبقى أنا كده حبيبي خلصت معاك أول امتحان تجريبي، كان امتحان الجبر والفراغية. أتمنى تكون استفدت، وزي ما أنت بتشوف إحنا بنحله بنشرح. فاستعد بقى، داخلين دلوقتي على امتحان التفاضل والتكامل.